السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا يا رب. فوزي محمود عثمان من أوسيم مركز محافظة الجيزة. أهلا بيك يا حاج. جيت بعت حتة أرض صغيرة عندي في البلد وجيت اشتريت قطعة هنا فين يا حاج؟ في قرية العزير فين قرية الوزير دي؟ حسب وادي النطرون قرى الخريجين الكرة يعني. الخارجية تمام. محافظة البحيرة. أهلا بيك. وأنا راجل فلاح ما حلتيش أي حاجة غير لمؤاخذة أولادي. معايا 9 أولاد وجيت أجوزهم وأكلف الأرض وجيت في الوسط ووقفت بعت ربع قطعة من الأرض وجيت أدخل تقنين. كنت متأخر في قسطين 2 أو 3 موجودين في الجمعية قالوا ما بناخدش آثار. دلوقتي أنا ال3/4 دول اللي معايا وحيلتي أنا بشتري لهم كيماوي من بره، والكيماوي بقى دلوقتي غلي بقت ب 1500 جنيه الشكارة. الكيلو الدواء بكام اللي هو بتاع الحشائش بمبلغ. الأرض دلوقتي علشان أروح أحرتها بكلفها وأجيب لها تقاوي. والله بأمانة الغراب كل مني الذرة مرتين في الأرض مرتين وجيت زرعتها جراوة. جيت الجراوة ديت لمؤاخذة أبيع منها لمؤاخذة قرتين عشان أصرف منهم. برضو اللي خد واللي ما خدش والفلوس ما جاتش على بعضها. وعندي حتة بقرة واحدة علشان بق لبن لعيل من ال9 أولاد جوزت منهم لمؤاخذة فاضل بنتين عندي وتوفى عندي راجل فايت لي 3 أولاد بنتين وولد. دول في رقبته وأمانة ولسه منهم بنت في المدرسة والواد في المدرسة والبنت التانية في المدرسة. طيب. وبصرف عليهم من جيب الخاص أنت إيه مشكلتك الحالية يا حاج؟ مشكلتي ان انا لا مؤاخذه عايز ادخل ال3/4 دول هم التقنين ما اناش عارف. ويقولوا في الجمعيه ان انت لا مؤاخذه ملتزم عليك فلوس بزياده. طب هجيب منين؟ ابيع عليك أقساط متأخرة يعني يا حاج؟ 3 اقساط. 3 أقساط بس؟ ابيع ربع قطعه تاني علشان اسدد الاقساط. هو القسط بكام يا حاج؟ قسط ب 700 جنيه. قسط ب 700 جنيه مش قادر تدفع 700 في السنة. جيت اتأخرت فيهم. جيت عشان ادخل ارض تقنين وقفت ما عرفتش. عشان اجيب واكلف على الارض واصرف على البيت واصرف على العيال. دلوقتي انا حالتي لمؤاخذة في صفر خالص. يا ريت تبص لنا بعين الرحمة وعين الحنان يا سيادة الريس وتشوف الناس الفلاحين اللي هم لمؤاخذة اميين دولت اللي هم جم في البتاع البحيرة دول في الارض اللي هي باينه الارض الخريجين لما استلمت الارض. انا ارض محاصيل. لا عندي لا مؤاخذه شجره ليمون ولا عندي شجره مانجا ولا عندي اي حاجه غير ان البره تاكل شويه بتاع الجراوه او البرسيم وشويه قمح بزرعهم للعيال. ده اللي حلت من الدنيا. يعني انت عايش على القطعه اللي انت اشتريتها من كام سنه يا حاج كده؟ من حوالي 12 سنه او 13 سنه. تمام. وادي احنا واقفين دمشة القمح ناكلهم وشويه الجراوه وشويه البرسيم البهائم بتاكلهم وعايشين بالحق وحامدين وشاكرين. طيب تظلمك من ايه بالظبط والمين يا حاج؟ تظلمي لسياده الريس علشان يبص لنا بعين الرحمه وبعين الحنان ويشوف اولاده اللي هم لا مؤاخذه تعبانين ومرمين في الجبال. يا دوبك بنقضي نفسنا بالعافيه. يا ريت تبص بقى لا مؤاخذه معلش يعافينا شويه من البتاع الاقساط ديت او الغرايم ديت ونمشي برضه ونعرف نخش الجمعيه وناخد الكيماوي بتاعنا. قال لي احنا واقفين دلوقتي محلك سر لا انا عارف اجيب كيماوي ولا عارف اخش الجمعيه ولا عارف اتعامل مع اي حاجه خالص ورايح جاي بس كده وخلاص ادينا عايش في الدنيا. الله يديك الصحه يا حاج. وبارك الله فيك يا سياده الريس وبص لنا برضه بعين الرحمه وبعين الحنان وبالمغفره وبالرحمه وربنا بيعفى عن كل حاجه. ربنا قادر على كل شيء. يعني انت عايز الريس يديكم فرصه ان انتوا تسددوا الاقساط المتاخره ويرفع الغرامات ويفك الغرامات ونخش تقنين عشان نصرف على الارض ونعرف نعيش. والله بامانه انا عارض برضه الربع الثاني يبقى معايا نص قطعه وابيع لا مؤاخذه نص قطعه ونعيش بامان برضه. الله يديك الصحه يا حاج. عايز تقول حاجه تاني؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. عليه الصلاة والله يرضى عليك يا سياده الريس وبص لنا بعين الرحمه وبعين الحنان
وده احنا عايشين في الدنيا والله اعلم. شكرا ليك يا كبير. بالله أعلم. سلام.